هذا كلام معناها ما مثوش جمله ولا قلت لك ما تحركش، ما عمل حتى موفمون زايد. الملاعبي كان يجري يغزر له، معناها حاول باش يمس كرة هربت عليه حتى ساقه حب يجبدها، حتى جبد ساقه الاخر خلط اون روتار هزوا معاه. فوالا تقول لي معناها خلاص القول قبل خلاص القول عاد خلاص القول. هوني انا نشوف فيها ضربة جزاء، الانذار غير مستحق الحقيقة، غير برشا عاد في لقطة المخالفة اللي صارت على رقم 17 بوفيل. المدافع بالنسبة لي أنا المدافع نتاع فرنسا ما مسش كرة، اما اللاعب رقم 17 كان بالو بيي وهو اللي عدى الكره، ثم بتهور اللي ريتو في الصوره بتهور مد ساقه وصار الكونتاكت بينه وبين المهاجم، والحكم يعلن على مخالفه ضد المهاجم تاع المغرب ومعها انذار اللي هو بالنسبه لي انا غير مستحق، ثم ما يقعش معناها اعاده الصوره ولا التشيك عليها من الفار. مش اني معناها شويه تحامل مع المغرب، لكن هذه الصوره والناس الكل اللي يظهر لي حسينا اللي ثم حاجه كي فابا في التصويره هذه وفي القرار هذايا. نتمنى تكون توا مالك ما نعرفش قاعد يحضر لي خاطر في الصوره نزيدوا نشوفوها. اللي ريتو ما فماش اعتداء من المهاجم تاع المغرب على مدافع الفرنسي، اما اللي ريتو انه ثم ساق تمدت بتهور. هذه هي معناها اللاعب كان باش ياخذ الكره نتاعو ويصير فوالا معناها اونبورتي المدافع بار ليلون. يظهر لي فوالا هوني تكون الصوره اوضح. لعب الكره وزلق ومشى للمهاجم، وهوني المهاجم المغربي ما ارتكبش مخالفه بتاتا، بالعكس مخالفه هو في مكانه وما ارتكب حتى مخالفه. اللاعب المدافع هوني تولي لي الصوره اوضح. اللاعب المدافع نتاع فرنسا هو اللي يكمل، خلى كره سامحني عادل هنا وكمل. الفار على ما تدخلش هنا كيما ما يدخلش برشا مرات. شوف الساق معناها كيفاش تتمد. يظهر لي حتى لقطه زايده ما عملها رقم 17، حتى موفمون زايد فوالا، حتى موفمون زايد معناها يعني المفروض تحكي على ضربه جزاء هنا. نوليو نحكيو على ضربه جزاء، وكان شون محلول يظهر والانذار يولي للاعب الفرنسي ما عادش اللاعب الفرنسي، وضربه الجزاء هوني تولي واضحه. هوني عاد نولي انا نتبنى القرار، نتبنى القرار. وانا قاعد نشوف في ملاعبي زلق بوتيتر زلق اي، اما بالنسبه للاعب ساق اليمين عاد نتاع اي ساق اليمين معناها تمدت مشات للتيبيا نتاع بوفال، تمدت هي معناها ما فماش وقف كورته ومد ساقه اليمين. اللاعب المغربي ما عمل حتى موفمون زايد حتى الحكم كان قريبه كان قريب. قلت لك الشون محلول. تشوف الصوره الاولانيه تشوف الشون كيفاش محلول قدامه قريب معناها قريب برشا. اما شوف والله الزاويه مش مسموحه لهم مش تحامل كما قلت انت، اما من الاول الحكم نحسوا به عنده سونيه مش قاعد يزفر اي الفار يتحملها اكثر هذه عاد الخطر غريبه برشا معناها اللقطه هذه غريبه بالحق معناها. توا قلت لك الصوره هوني اغزر شوف الملاعب يحاول باش يمس كورته ما وصلش. 5 ثواني المدافع لعب الكرة وهو أسبق للكرة. واضح. بعد ثم ياخذ عادل شوي المدافع باش ما نغلطوش الناس. المدافع سابق للكرة والحكم 3 متر وكما قال. شمني في الحكم انا لا ما تحكيليش على الحكم، ينجم يكون الحكم بيناتهم وياخذ القرار غلط، لكن انا نحكي لك على الساق اليمين اللي ممدوده. ما عادش نحكيو احنا على سبق ومس الكرة. الساق اليمين الممدوده ماهيش حاجه طبيعيه. واضحين اكيد لكلامك. فما فوت دابريسياسيون من الديفونسور اللي سوء التقدير. كرة هربت عليه كرة هربت عليه، هو اللي مشى لبوفال في اللقطه هذه. راهو يا حسني التيبيا نتاع بوفال كرة مشتركه هي موجوده بيناتهم، لانه حتى بوفال مشى الى شرشي لابال، ما مشيش للساق نتاع المدافع. ما نخلطوش رواحنا نقولوا انه الحكم يكون كيبدا قريب للعمليه، يعني القرار صحيح ينجم راهو يكون قريب للعمليه ويكون القرار غلط. احنا عندنا حاله واحده هي الساق اليمين نتاع اللاعب كيفاش ممدوده قدام لاتاكون. هكا هو هذا شنو اللي نجموا معناها سيتي بار امبرودونس من الديفونسور انه مد ساقه. والملاعبي 17 نتاع المغرب ما كانش متحرك
معناها الديريكسيون نتاعو هي بيدها ما مشاش على الاستفهام للفار مش للحكم للفار. فوالا لا احنا كي شفناه من الزاويه هذه لومو زاد على سيزار اوزر شون محلول قدامه اليوم واضحه. اعتبر انه ربما في تقديره نحن مش نبروا، ولكن اعتبر انه اللاعب الفرنسي عنده الاسبقيه واستحوذ على الكره قبل. ما استحوذش، ساق اليمين مش فيها الكره. فما حاجه ساق اليمين شو اللي تعمل؟ ساق اليمين هي اللي طيحت لاتاكون. كره هربت عليه. فوالا سيتي بار امبرودونس من اللاعب من الديفونسور انه زلق تمدد ساقه وضرب الملاعبين. لكن نزهوا الحكم عادل في اللقطه هذه، نزهوا الحكم. ما نزلش الفار، ما نزلش الفار صحيح، لانه الفار يلوري دو او موان يعمل ان تومون يحلوها اللقطه كيما هذه. صراحه لقطه كيما هكا علاش موجود الفار؟ انا قلت لك انا مثير للاستغراب. انا ريت ساق اليمين نتاع الملاعبي غير طبيعيه، غير طبيعيه. شوف ثم الانذار الوهم عمل حتى شيء اللي هو ضرب معناها الاخر يضربوا قرار عكسي. معناها كو دو بوان تتكسر يده نعاقبوا اللي معناها تضرب. معناها هذا كلام معناها ما مثوش جمله ولا قلت لك ما تحركش، ما عمل حتى موفمون زايد الملاعبي كان يجري يغزر له. معناها حاول باش يمس كره هربت عليه حتى ساقه حب يجبدها، حتى ساقه جبد ساقه الاخر خلط اون روتار هزوا معاه. فوالا قل لي معناها خلاصة القول قبل خلاصة القول عاد خلاصة القول هوني انا نشوفها ضربة جزاء. الانذار غير مستحق، الحقيقة غير مستحق. اذا بالنسبة لك انت ضربة جزاء غير معلن للمنتخب المغربي. اكيد طيب اكيد. عندك لقطة اخرى عادل؟ ثم اللي عندي الهدف اللي حكينا عليه، الهدف معناها سي ان بون بوان بالنسبه للاربيتر انه سايب لافونتاج فيو اللي ثم لمسه يد من مدافع وتعدات الكره وتسجل الهدف. لكن اللي قاعد نشوف فيه واللي قاعد نعمل ريمارك في الميتون الاول بالنسبه لراموس قاعد يسيب برشا في لعب شويه عنيف ومش قاعد يزفر في المخالفات الكل. فما 3 مخالفات منهم واحده في ال 25 مينوت زاد قبل اللقطه. شكون؟ المغرب بالطبيعه. الاخرين خاطر هاني قلت لك لي فوت بالرغم اللي زفر معناها 11 مخالفه منهم 7 ضد فرنسا. فما مينيموم فما 3 يلوري دو معناها يزفرهم الحكم. فما تعليق في البلاتو في علاقه بالاداء؟ والله انا من اللي بدا الحكم حسيت مش معناها حسيت به هكا مايل شويه المنتخب الفرنسي. لا مش بالعاطفه والله هي مش بالعاطفه. فما مخالفات اللي تكلموا هو 3 انا شفتهم وقلت علاش ما زفرهمش. معناها ظاهرين معناها مش لا مش احنا بالعاطفه نتكلموا بالحقيقه. والدليل نظريه المؤامره، دليل ضربه جزاء كانت واضحه. ننزلوا الحكم هذا على نظريه المؤامره. سورتو كي كان في مباراه نتاعنا تونس ضد الدنمارك وقت اللي عيطوا له معناها حتى في اللي يسمعوا فيه واللي قالوا لي يسمعوا فيه في على التيران يقولوا له ضربه جزاء ومشى شاف واعطانا حقنا اللي ثم مخالفه ما فماش ضربه جزاء. معناها ما تخافش منه الحكم هذا. نصف نهائي كاس العالم وصحيح نصف نهائي كاس عالم. اما شويه تعسف عملناها معناها على حسني حتى معناها فكرته كانت يمكن مخالفتنا. حبيت نفهم قطار زعمول كي تمشي تترين وحتى الناس راهو ما عادش يركزوا معك. يلزم تقبل التفاعل شوي. شوف قلت لك ما تقبلش التفاعل، لازم تقبل التفاعل. يلزم تفيدنا وتجيب لنا القانون في ماده ركله الجزاء. ما غير ما نعملوا برشا حشو، تجيب لنا القانون ما هي حالات ضربات الجزاء خصوصا في الكاتيجوري الجديد هذه. عندك خدمه مهمه اشكرك اذا كانت تفيد بها الناس. الكاتيجوري هذه المدافع اسبق والمهاجم متاخر على الكره، هذه البارتي 1 في العمليه. فما قسم واحد وقسم ثاني اللي انت لفت انتباهنا ليه مهم. المهاجم متاخر وفما حتى خطا من المهاجم على اساس وصل متاخر، لكن بعد المدافع اللي هو كان يلعب الكره وعنده الكره والاربيتر يعمل المدافع هذا يعمل لنا خطا في القسم الثاني من العمليه. شو يقول القانون؟ نحكم على القسم الاول ولا على القسم الثاني؟ نحكم على القسم الثاني ما يصيرش. بارك الله فيك. انا على مدة ساقه على الامبرودونس نتاعو على الامبرودونس نتاعو على كل ساق وش عملنا في القسم اللي الاول؟ تمدد وش عملنا في القسم الاول؟ يلعب كره. يقول لك الكره مع المدافع وين ترى الميتريز الكره هو مس الكره نتاعو مس الكره نتاعو ومن بعد ما قص الكره ومن بعد شو عمل بعد ما تساقوا اليمين. ادعوك من جديد باش نمشيو شوي
القسم الاول من العمليه تيرلو فرنانديز عنده الادفانتج، عنده الكره. وين عنده كرة؟ اسكو هو الميتريز هو احنا قاعدين نحكيو على نفس المباراه. اخي احنا قاعدين نتفرجوا كيف وين نفس المباراة عنده كرة، هو ما عندوش كرة. القانون هو دوما ما مس كرة، ما مس كرة. بار امبرودونس معناها تسيب اللاعبي ساقه اليمين ضربت المهاجم تاع المغرب في الكلام. معناها راموس اللي 3 متر والاسيستون اللي غادي الزوز ما قراوش قانون الفيفا الزوز ودونك غلطوا في الحكم على العمليه، لازم يحكم على القسم الثاني. نعطيك ديكا اخرين. نحبوك تفيدنا. مانيش نحكي انا هذه وجهه نظر نتاع حكم راها احنا ريناها غرفه الفار. على هذاك هو توا عاد انا ما نحكيش لا انا معه في الفار، في نقطه الفار معه تماما. لو في اشكاليه الحين للحكم على هذه العمليه يلزم غرفه الفار على الاقل، لانه هي اللي تعاود 20 مره، خاطر راموس ما عندوش. شكون فيها غرفه الفار اليوم؟ فيها زاد دي مكسيكان معاه وامريكي موجود. البرنسيبال كندي. هو القرار السريع صعيب، احنا بينا من نسخه يبقى فوت، لكن كي عاودوها من الزاويه الاخرى شفناها شفنا التحليل هذا. ولا عادل فما نقطة أخرى مهمة، لاعب المنتخب المغربي حسني كان لاحظت سهلوا زاد لا بريز دو ديسيزيون الحكم، ما لأنه احتاجوش إيزون كونتيستي لو كارتون إي با كونتيستي، ما احتاجوش ما تصوروهاش، ما حكاوش على ضربة العملية سريعة كانت، وهذا اللي خلى الحكم معناها لا بريز دو ديسيزيون كانت رابيد وديسيزيف. حاجة أخرى لا حسني كملت حاجة أخرى. الزغدود أنت تكوينك إنجليزي. الفار معناها الفار شو فيديو اسيستنت ريفري الفيديو ما دام يا سيدي انت موجود عندك غرفه فار في السيمي فاينل نتاع كاس العالم وقلت حسني يعطيك الصحه البلان تاعك البارت 1 بارت 2، ما دام عندك انت زوز لقطات فيهم ليتيج نورمالمون يلزمنا نمشيو لغرفه الفار هكا ولا نورمالمون نمشيو لغرفه الفار. في الحاله هذه اذا كان فما ليتيج كيفا ترونشي الكندي هو اللي موجود ريسبونسابل في الليتيج. ما فماش ليتيج، انا ما نشوفوش ليتيج. لا فما ليتيج. بوفال ما مسش المدافع، فما زوج قرايات ما فما حتى ليتيج. انا قاعد تتكلم على ليتيج، انت وحسني تتكلم على ليتيج، ما فما حتى ليتيج. كان نعاودوا نشوفوها راه ما مسش هرنانديز تعرفوا مش عمل، هو ممكن مثل لينير معناتها مثل وحس روحه اللي هو تمس، هو الضحيه حب يغلط. اما ما فما حتى ليتيج. بوفال هو اللي ضرب، هو اللي ضرب. ما فماش ليتيج، ما فماش اللقطه الاولى واللقطه الثانيه. فما دو ليكتور نجموا ما فماش ليكتور. فما ليكتور تيني رونديز ضيع التوازن نتاعو، مشى ضرب الاتاكون ظاهره. ما في حتى ليتيج اولاني وليتيج ثاني. نعاودوا نشوفوها. بوفال لعب الكره، ما مسش حتى المدافع. ميم سي حب يجبد ساقه معناها الى ميتريزي الميساج، معناها الى ميتريزي الكره ومن بعد هربت عليه وهو تعدى اونبورتي لا شيء شوك. مد ساقه اللي معناها غير طبيعيه، مدت الساق هذيك ضربت بوفال حب يتجنبها، حب يجبد ساقه ما الاخر انجاجي. هو شوف عادل ما يصيرش معناها باش معناها تعمل فايده الناس اي جوست معناها مانيش باش نقعد نلوج معناها انك ترضى معناها على الواحد، اما جوست لا اجي نقول لك شوف مثلا خلينا نعطيك انا اكزومبل. الاكزومبل نتاع ميسي كنت تتذكر كي ضرب الكره بيده قدام الحكم والحكم ما اعتبرها اني ماهيش معناها متعمده عفويه، واحنا يظل لي الكلنا مراد يظل لي معناها واحد يبدا يعرف شويه هكا كوره ويعرف الملاعبي واكل الخبث نتاعو كيفاش مس الكوره وعمل روحه ما مش بالعاني معناها. جديد كأس العالم لديك أطلعنا. مرحبا بك حسين. يعني الجديد كانت بالأمس أو كتبت بالأمس نهاية الحلم ونهاية المشوار الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. إنجاز كبير تحقق بأقدام هؤلاء اللاعبين، الوصول إلى المباراة نصف النهائية في المونديال، أكبر بطولة قارية وأكبر بطولة عالمية في كرة القدم. بالتأكيد كان حلما جميلا عشناه مع المنتخب المغربي وعشناه مع هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني، ارتبطنا بهم ويعني تابعنا ردود أفعال الجماهير المغربية، كيف يعني يفرح هؤلاء اللاعبين على أرضية الميدان مع بعضهم البعض بعد كل مباراة وبعد فوز يتحقق على أرضية الميدان، كيف يفرحون، كيف يغنون، كيف يرقصون في أرضية الملاعب، كيف يرقصون مع الجماهير وفي غرف الملابس، كيف حتى
يعني يحتفلون مع أمهاتهم التي تواجدن في الملاعب. ارتبطنا بهؤلاء اللاعبين وارتبطنا بالجماهير المغربية، حفظنا الأناشيد المغربية ورددناها بداية من ديما مغرب، هذه البداية وما زال نلعب عليها ونجيبوها، ديروا النية. كل هذه الأناشيد التي رددناها وكانت هي الأناشيد الأكثر شهرة في الشوارع العربية ليس فقط هنا في الدوحة. هذه الحالة التي عشناها بسبب هؤلاء اللاعبين الذين قدموا أكثر من مباراة في غاية الروعة وشرفوا الكرة العربية ومثلوا الكرة العربية خير تمثيل. خرجوا مرفوعين الرأس بالأمس أمام المنتخب الفرنسي. الإصابات والإجهاد ذبح المنتخب المغربي وأيضا قوة المنافس، لا ننكر يعني ذلك الأمر، لكن إنجاز كبير سنحكيه لأبنائنا ولأحفادنا ونأمل أن يتكرر أكثر من مرة ولن تكون أو لا تكون مرة بمحض الصدفة. الإنجاز الذي تحقق بأقدام هؤلاء اللاعبين عشناه مباراة بعد مباراة، بداية من دور المجموعات وتصدر المجموعة السادسة على يعني منتخبات بحجم المنتخب الكندي والبلجيكي والكرواتي. تصدر هذه المجموعة ب7 نقاط واختبارات صعبة بعد هذا الدور، دور المجموعات، الوصول لدور ال16 والاصطدام القوي بالمنتخب الإسباني. وبعد كل مباراة نفوز بها أو يفوز بها المنتخب المغربي يتجدد الحلم ويتجدد الطموح. فاز المنتخب المغربي على إسبانيا في دور ال16 بركلات الجزاء في تألق كبير للحارس ياسين بونو، ثم في دور الثمانية الاختبار الصعب أمام البرتغال والفوز أيضا بهدف يوسف النصيري بعد عرضية من يحيى عطية الله، والوصول إلى الاختبار الأصعب في الدور نصف النهائي. الآن نحن حزانة لأن المنتخب المغربي لم يصل إلى المباراة النهائية. جملة حسين يعني تعلم جيدا مدى يعني قوة وقع هذه الجملة علينا، لكن الآن الجمهور المغربي وكل الجماهير العربية اختلفت العقلية بسبب ما قدمه المنتخب المغربي ومنتخب أسود الأطلس خلال هذا المونديال. الآن نسينا جملة التمثيل المشرف. الآن لن يقبل الجمهور العربي بعد الآن هذه الجملة. الآن يعني ندخل أي مباراة أو ندخل أي بطولة قارية وعالمية بطموح المنافسة، وهذا ما شدد عليه وليد الرجراجي قبل انطلاق المباراة. قال وأنه لم نأتي هنا للعب 3 مباريات يعني دور المجموعات، نأتي هنا للمنافسة على اللقب. وبالتأكيد يعني خروج المنتخب المغربي بالأمس خروج مرفوع الرأس. كلمة شكر لكل اللاعبين، كلمة شكر لكل الجهاز الفني ولكل فرد في الجهاز الفني على هذا الإنجاز. ويبقى التركيز الآن على مباراة التحديد المركز الثالث يوم السبت أمام المنتخب هذه الكرواتي، لكن 430 مليون عربي. نعم، المباريات المقبلة أحمد كيف يتم الاستعداد لها؟ يعني الآن يستعد المنتخب المغربي بالتأكيد لمواجهة المنتخب الكرواتي في الدور في المباراة أو مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. بالتأكيد هي مباراة شرفية، لكن هي مباراة أيضا مهمة لأنه الإنجاز الذي تحقق بالوصول إلى الدور نصف النهائي يعني يجب أن يكلل ويجب أن يعني يلعب هؤلاء اللاعبون هذه المباراة بكامل تركيزهم ويحاولوا الحصول على المركز